ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند احمد على قناه حياتك احلى هند احمد. النهارده الفيديو هو ريفيو عن عيد ميلاد بنتي. انا جبت حاجات عيد ميلاد بنتي من محل اسمه لادوري في مدينه الشروق. جبت لها تورتتين، تورته بالشوكولاته وتورته نص شوكولاته، تمام، فيها اوريو، ونص التاني فانيليا فاكهه، تمام. وجبت لها نص كيلو ميني بيتزا، وجبت لها نص كيلو ميني باتيه بالجبنه. دي فروع يا جماعه لادوري، محل لادوري الحلواني في مدينه الشروق، زي ما انتم شايفين كده، ودي ارقام تليفوناتهم. ده شكل السفرة بعد ما حطيت عليها الحاجة، ميني بيتزا وميني باتيه والتورت. عايزة اقول لكم ان الخامات بتاعت التورت حلوة جدا، والميني بيتزا حلوة جدا، والميني باتيه حلوة جدا ما شاء الله. لا، الخامات بتاعتهم حلوة، واسعارهم مناسبة. وجبت اطباق فل كده زي ما انتم شايفين عشان اريح نفسي من المواعين. وعملت لها بسبوسة. ان شاء الله هنزل طريقة البسبوسة قريب على القناة ان شاء الله. دي كل الحاجات اللي كانت موجودة على السفرة في عيد ميلاد بنتي. ده شكل بقى ايه السفرة بعد ما حطيت ايه رقم 2 على التورتة. هابي بريز دي عبارة عن خيط كبير كده يا جماعة، فيه إبرة بيتدخل منها الحروف وبتتعلق على الحيطة. ده جانب من عيد ميلاد بنتي، قلت بقى أشارككم الأجواء الحلوة. عقبال عندكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. ده نموذج بقى من الطبق اللي قدمته لكل الموجودين، بس انا ما عرفتش طبعا اصور الاطباق بتاعتهم، فصورت الطبق بتاعي. حطيت قطعه بسبوسه، قطعه ميني باتيه، قطعه ميني بيتزا، وقطعه تورته. الهدايا اللي جت لبنتي في عيد ميلادها زي ما انتم شايفين كده. ودي بقى بلالين كنت انا بقى ايه نفخاها في الشقه كلها. ودي هابي بريز دي اللي انا قلت لكم عليها، عباره عن خيط كبير كده فيه ابره بيتدخل فيها الحروف. الهديه دي عربيه بتركب من 2 ل3 سنين. دي عمتها كانت جايبها لها. ودي هدايا عمها ومرات عمها هم اللي جايبينها. ده جيتار بيتحط فيه بطاريات وبينور، بيتلعب على الزراير دي بينور. ودي لعب قلب ودي لعب بنات، سشوار بقى وحاجات كده. نقول لعمته وعمه شكرا. لو عجبك الفيديو لايك واشترك في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.